تركيا تحذر إسرائيل: صبرنا قد نفد. فهل تشتعل الجبهة السورية؟ في تحول لافت ومثير، أعلنت تركيا على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان أن صبر أنقرة قد نفد تجاه ما وصفه بالأنشطة الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وذلك عقب قصف إسرائيلي طال مبنى هيئة الأركان وسط العاصمة السورية دمشق. تصريح ناري يعكس بحسب مراقبين تغيرا جذريا في نبرة أنقرة تجاه التحركات الإسرائيلية داخل سوريا. فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتردد هو الآخر في وصف إسرائيل بأنها دولة خارجة عن القانون، مشددا على أن تركيا لن تقبل بأي مخطط يالف إلى تقسيم سوريا، لا اليوم ولا غدا. القلق التركي عميق، إذ ترى أنقرة أن أي مشروع لتقسيم سوريا خصوصا في شمالها الشرقي لا يهدد فقط وحدة الأراضي السورية، بل يمس أمنها القومي بشكل مباشر. فقيام كيان كردي مستقل أو فيدرالي في تلك المنطقة من شأنه أن يعيد إشعال ملف حساس يتعلق بالأكراد داخل تركيا ويهدد استقرارها الجيوسياسي. وفي السياق ذاته أطلق دولة باهاتشلي زعيم حزب الحركة القومية والمقرب من أردوغان تصريحات تصعيدية اتهم فيها إسرائيل بلعب دور تخريبي في سوريا، داعيا إلى إيقافها وإجبارها على الندم على حد تعبيره. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هي مجرد رسائل سياسية مشفرة، أم أن تركيا تقترب فعلا من مواجهة مباشرة مع إسرائيل؟ تصريحات أنقرة تأتي في توقيت حساس يتزامن مع تصاعد الحديث عن تحالف أمريكي إسرائيلي غير معلن يسعى إلى إعادة رسم خريطة النفوذ داخل سوريا. وترفض تركيا أن تقصى من هذه المعادلة، خصوصا أن مصالحها تتداخل مع الوضع السوري على المستويات الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية. إسرائيل من جهتها تدفع بكل ما أوتيت من قوة لفرض وقائع جديدة في الجنوب السوري، وهناك من يرى أنها تمهد لتغييرات ديموغرافية وطائفية تؤدي في النهاية إلى تقسيم فعلي للبلاد بما يخدم رؤيتها المستقبلية للمنطقة. وفي المقابل لا تزال